وقبل ماتش القمة بين الزمالك والأهلي. كالعاده توقع نتيجه ماتش صح، واللي هيتوقع نتيجه صح هقول اسمه ان شاء الله في فيديو ما تاخدش بالك منها بعد الماتش بيوم. طبعا كل الدعم لبيسيرو، كل الدعم لعيبه نادي الزمالك، خاصه كمان الماتش القمه جه بعد كام يوم من ماتش مودرن. يعني الاهلي مريح تماما بقاله فتره، بقاله اسبوع تقريبا الاهلي مريح، فخلاص ما عندوش مشكله. انا لاعب 120 دقيقه قدام مودرن في الكاس، وطبعا كان في لعيبه كتير بذلت مجهود كبير جدا، فطبيعي ربنا يستر والكلام ده ما ياثرش. ولكن المهم ان احنا ندعم لعيبتنا وندعم الجهاز الفني وندعم نادي الزمالك ده يا جماعه اللي في ايدينا. احنا ندعم، احنا نشوف نقاط قوه الاهلي في ايه ونقاط ضعف الاهلي في ايه ونحط التشكيله الصح. كل الحاجات دي بتساعد على التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حاجه. عادي ممكن فريق كسكواد اقل يكسب، وارد عادي جدا. كل السكواد الافضل هو اللي يكسب عادي. الكوره فيها حاجات كتيره جدا ومتغيرات كتيره جدا، ابرزها التوفيق، والتوفيق ده مش بايدينا احنا، ده بتاع لك. لازم انت تعمل اللي عليك عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. فانا لو بتمنى حاجه اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، ويا رب يا رب يا رب اللعيبه يبقوا على قدر المسؤوليه، ينزلوا موتوا نفسكم، انزل هين نفسك، انزل موت نفسك في الملعب عشان تكسب باذن الله. واتمنى كمان بيسيرو ان شاء الله يركز في التشكيله صح. النهارده ان شاء الله هتكلم على نقاط قوه وضعف الاهلي، ده الجزء الاول او دي اول حلقه. في حلقه ثاني ان شاء الله بكره يوم الاثنين التشكيله الافضل للزمالك، واقول شويه نصائح للعيبه. فانا النهارده هتكلم على ايه بقى؟ نقاط قوه الاهلي ونقاط ضعف اللي هتقول ده جوه. الاهلي عنده نقاط ضعف، الاهلي عنده نقاط ضعف طبعا. كان عايز اقول على حاجه، انا اتكلمت من فتره الماتش اللي فات قبل ماتش الدوري بتاع الاهلي والزمالك، اتكلمت على الاهلي، فصصت لك الاهلي كله، طريقه لعب الاهلي والاهلي بيلعب ازاي، ومين مفاتيح لعب الاهلي، نقاط ضعف الاهلي، كل حاجه في الاهلي كلمتك عليها. في حاجات هقولها من اللي انا قلتها قبل كده، وعايز اقول حاجه جديده بقى. ايه هي؟ كولر من بعد ماتش الزمالك والاهلي اللي فات غير طريقه لعبه، بقى بيلعب بطريقه لعب مختلفه، بقى بيلعب بوسام وجراديشار 2 مهاجمين، وطبعا يمين حسين الشحات وشمال بن شرقي. بقيه اللعيبه سيبك من بقيه اللعيبه، بتكلم على خط الهجوم. الاهلي بقى بيعمل كثافه عدديه كبيره جدا في خط الهجوم. تعال نشوف الكلام ده اثر ازاي بالايجاب وفي نفس الوقت بالسلب على الاهلي. انا اقول لك طريقه لعب الاهلي بالحاله دي اللي هقول لك عليها دي نقطه قوه عند الاهلي، اللي هي زي ما قلت لك الكثافه الهجوميه، من الاهلي بيهاجم بعدد كبير من اللعيبه زي ما الصوره قدامك. بص يا جماعه، انت ملاحظ في الصوره دي حضرتك، ملاحظ ان الاهلي كله تقريبا في العمق، امام في العمق، حسين الشحات الجناح في العمق، جراديشار في القلب، وسام طبعا المهاجم. كل لعيبه كان الاهلي بيلعب عارف شبه القطر، اللعيبه كلها موجوده بشكل عمودي وبشكل قدام على طول في العمق قدام بعض حرفيا. ده انا قلته قبل كده في ما قبل الزمالك والاهلي في الدوري، وده لسه مكمل مع الاهلي. حتى لو انت غيرت بعض اللعيبه فده برده لسه موجود ومكمل مع نادي الاهلي. الكوره دي مثلا عايز اكلمك على ايه بقى؟ الكوره هنا مع كريم الدبيس، مين هيستلم هيطلب الكوره؟ حسين الشحات الجناح موجود في القلب. مين هيطلب الكوره في ظهر دفاع طلائع اللي جه ماتش طبعا الاهلي والطلائع؟ وسام ابو علي. حسين الشحات هياخد الكوره هيرمي سرور في ظهر الدفاع، تروح لوسام انفراد شاط حارس اللي طلائع الجيش صد. خدت بالك؟ عايز اقول لك ايه، الدفاع العالي اللي لعبه طلائع الجيش غلط، ده بقى هنتكلم عليه بكره ان شاء الله في التشكيل الافضل للزمالك واقول لك النصايح. ولكن خدت بالك فرقه الاهلي كلها جوه، الاجنحه جوه، طبعا المهاجمين كده في القلب معروفه، لكن الجناح كل اللعيبه جوه. الاهلي فرقه عمق اكتر، كل اللعيبه هاجي لك دلوقتي بن شرقي وكل، بس كل لعيبه الاهلي جوه الملعب. شوف لك كوره ثانيه، كوره مع مروان عطيه نص ملعب الاهلي، مين هيطلب منه الكوره؟ حسين الشحات. اول ما تيجي الكوره حسين، مين هيبقى عايز يستلم الكوره في ظهر دفاع الطلايع؟ جراديشار. هتترمى ثرو لجراديشار في ظهر الدفاع، ياخد جراديشار الكوره بالعرض، ضاعت خلاص، انت تقريبا انفراد، سيبك من ضيع ولا جاب. خدت بالك؟ الاهلي فرقه عمق، اول ما الكوره بتوصل لاي لاعب من لعيبه الاهلي جراديشار بيجري يتحرك في ظهر الدفاع. المشكله ان جراديشار احيانا هو اللي بيعمل كده، يعني ايه؟ احيانا جراديشار هو اللي بينزل ياخد الكوره ويجري لعيب تاني هو اللي يستلم في ظهر الدفاع. فده مشكله ان انت هتلعب بجراديشار ووسام هجوميا. المشكله لنا احنا طبعا، وميزه للاهلي ان الاثنين غير متوقعين. جراديشار احيانا بينزل يستلم ويجري وسام، واحيانا العكس. هنشوف الكلام ده بالصور. الكوره هنا مرة مع امام عاشور، مين اللي هيطلب الكوره في ظهر الدفاع؟ وسام ابو علي. هيروح وسام ابو علي انفراد، طبعا هيضيع مالناش دعوه يعني، ماشي وضاعت، ولكن خدت بالك انفرادات كل لعيبه الهجوم بتوع الاهلي اذا كان وسام او جراديشار عايزين يطلبوا الكوره في ظهر الدفاع دايما، اذا كان جراديشار او وسام او اي حد منهم، يعني حتى لو واحد منهم بس اللي هيلعب كده جراديشار او وسام. ولكن جراديشار عنده ميزه ان هو احيانا بينزل يستلم وهو اللي يخلي لعيب تاني يخش. يعني هنقعد نتكلم كتير ليه؟ ماتش الاهلي والزمالك اللي فات، مين اللي فتح الملعب من ناحيه اليمين ولعب عرضيه لبن شرقي؟ جراديشار. ده مهاجم الاهلي في الماتش ده، فتح الملعب ولعب عرض، فهو عنده دي متحرك، حركه يمين ناحيه الشمال، بيبقى ساقط في القلب ويجري مثلا. يعني ممكن هو جراديشار ينزل ويخلي امام يخش 18 يمين يصرف ظهر الدفاع. دي ميزه الاهلي في اللعب بجراديشار ووسام او حتى واحد منهم. ولكن في الحلقه دي لما الاهلي بيلعب بالاثنين بيبقى عامل كثافه هجوميه مرعبه. ليه بقى؟ هنفترض مثلا دلوقتي انت كمدافع واخد تعليمات تمسك جراديشار او مركز مع جراديشار، فجراديشار هينزل يا اما هيسحبك معاه يا اما هيبقى فاضي في نص الملعب. فالمصيبه انت هنا كمدافع هتضرب بقى لخمه، يا ترى انزل معاه ولا اسيبه؟ لو سبته فهو شاطر في ان هو يقدر يستلم الكره وهو اللي يلعب الصوره كانه صانع لعب. اسمع دي مهمه قوي. فهي بيطرح اسئله على مدافعين الزمالك. للاسف اللعب بالشكل ده، والاهلي بالشكل ده كان جيد جدا جدا عموما، يعني في الشكل ده هجوميا قدام فرق كتير في الدوري. ممكن يكون كده قدام الزمالك مش جيد، بس قدام فرق كتير في الدوري الشكل ده مميز. ده بسبب طبعا تنوع لعيبه الاهلي، جراديشار غير وسام غير بن شرقي غير امام غير حسين، اللعيبه مختلفه عن بعض بتخاطر هجوم للاسف. فاللعب بالشكل ده نقطه قوه كبيره للاهلي. هتيجي حد يقول يا جو ممكن الاهلي يلعب بالشكل ده؟ الله اعلم. ممكن، انا اعتقد شخصي مني انا
انا بقى ممكن ما يلعبش بالشكل ده، ممكن يلعب بالشكل العادي 3 في نص ملعب. يعني ممكن مثلا يطلع وسام او ما يبداش بوسام ويبدا بحد ثالث في نص ملعب، او يطلع جراديشار ويبدا حد ثالث بنص ملعب، وارد عادي جدا يطلع حد من قدام ويلعب بثالث نص ملعب. كل ده جاي بعد كل الكلام ده الاهلي ممكن ما يلعبش بجراديشار وسام، وارد عادي جدا. كولر ما خلي بالك بقى هجوم جمهور الاهلي على كولر جبان، فممكن يضطر يلعب باثنين مهاجمين زي ما قلت لك، جراديشار ووسام الاثنين قدام، يلعب تقريبا بشكل 4-2-4 تقريبا، يعني هيبقى امام جنب مروان وبقيه اللعيبه كلها في خط الهجوم، فدي ميزه هجوميه طبعا للاهلي جدا طبيعي. لكن كولر برده ممكن يقلق، ده كولر لو خسر المباراه زي دي باسطوله اللعيبه دي كلها، الثغرات اللي لسه هقول لك عليها دلوقتي، الثغرات المهمه والواضحه جدا في الاهلي، انا بقول لك ممكن يمشي ثاني يوم عادي جدا. فكل مدرب بيفكر في ده يا جماعه، الزمالك فرقه كبيره ونادي كبير بفضل الله طبعا. كولر انا بقول لك الطريقه دي ان هو عملها فممكن يفاجئ بيها، وارد. طب لو لعب يا سيدي كده هو جراديشار ووسام قدام، ده بقى فيه نقاط ضعف مرعبه في ايه بقى يا باشا؟ ان الاهلي هيلعب بلاعب واحد بس في نص، مروان عطيه. تقول لي وامام يا باشا قدام، امام دايما بيبقى قدام، هتلاقي جراديشار قدام زي ما انت شايف في الصوره، جراديشار قدام، امام قدام، كل لعيبه قدام. بص مروان بس اللي واقف ورا، فنص ملعب الاهلي شوربه، مفيش حد في نص ملعب. ومروان مع احترامي ليه يعني بيمر بفتره مش كويسه قوي، يعني سمعتك ما في اشاعات عايز يزود عقد وبتاع، مش ده موضوعنا. ولكن مروان حتى اقول لك حتى لو مين واقف لوحده، لو راح عليه ب2 3 لعيبه في نص ملعب اكيد هيعدوا منه مليار في المية. لو مين لو لعيب في امان شويه حتى لو واحد ممكن يعدي منه عادي جدا، هو واقف لوحده. فالخطه دي بقى هجوميا كويسه لكن دفاعيا فيها مشاكل، هنشوف الكلام ده اكتر بالصور. بس الكوره دي كانت مع بن شرقي. بص مع بن شرقي في القلب لو انت واخد بالك، لاعب الطلائع قطع منه الكوره اداها لمين؟ لزميله ناحيه اليمين. بص بقى هيعمل، هيجري يستلم في ظهر محمد هاني الباك يمين الثغره اللي انا اتكلمت عليه 100 مره. محمد هاني الباك يمين الثغره استلم في ظهره على طول لاعب. بص اول ما خد الكوره، بص يا جماعه من ناحيه اليمين بتاعت الطلائع لاعب الشمال الاهلي، لاعب واقف لوحده تماما، شاف حد معاه؟ لا. كريم الدبيس قدام، بن شرقي طبعا قدام لوحده، هياخد الكوره هيلعب كوره طويله قطريه الناحيه الثانيه هتروح للاعب طلائع الجيش ياخد الكوره. بس مين في لاعب هيجري يستلم، هتلعب كوره بالعرض بالهيد جت جنب العارضه. خدت بالك الاهلي؟ انت خدت بالك ايه من اللقطه دي؟ نص الملعب الاهلي فيه مشكله كبيره، محدش قطع الكوره، اللعيبه كلها قدام، فاللعيبه نقلت باص في التاني راحوا هجمه مرتده. طالما الهجمه المرتده نجحت يبقى في مشكله كبيره في التحول في نص الملعب. بسبب ايه؟ ان لعيبه الاهلي كلها قدام، اذا كان امام جراديشار بن شرقي كل لعيبه الاهلي قدام، مفيش حد ورا غير مروان. والثغرتين اللي قلت لك عليهم بتاعت الدبيس وبتاعت محمد دول موجودين. بتوع المره اللي فاتت لعب باكرم، يا جماعه اكرم ماضي لفريق قطري، الماتش اللي فات بنتايج دخل وسرق وجاب جول. الفكره مش في كده، ان هو راجل خلاص ماضي بره، مش في دماغه، مش فارق معاه اصلا، مش فارق. هتقول لي افرض لعب اكرم توفيق زي مرفت، ما يلعب بيه محمد هاني ثغره. اكرم توفيق دلوقتي مركز في قطر يا باشا، يلعب بالشوكه والسكين عشان ما يروحش، لانه خلي بالك ممكن امضته دي تتلغي، فلا يبقى طل الاهلي ولا طل قطر عادي، لانه لسه الموسم ما انتهاش. هو هيلعب، لو هيلعب بالشوكه والسكين مش هينزل يموت نفسه. الجمهور قال شتمه كذا مره، خلاص هو كان هينزل، مش هينزل هموت نفسي ليه؟ الجمهور قلب عليا، الاهلي قلب عليا، راح فريق تاني في قطر خلاص. فلو اكرم لعب فثغره برده مش مركز، هاني لعب ثغره. لما قلت لك اهو اي فريق بيلعب الاهلي، بيراميدز يعني قبل كده محمد حمدي وابراهيم عادل مسكوا هاني فلكوه الحته دي، عملوا سبرنتات في ظهره ويروحوا. ده الصح يا جماعه، لازم ابقى عارف الفرق اللي قدامي عندها نقاط ضعف في ايه. قلت له يمكن ده ماتش والحلقه يا عم اشوف لك ماتش ثاني اوريك برده ثغره كريم الدبيس اول باك الشمال في الاهلي، لان الاهلي عنده مشكله كبيره في ده. كريم الدبيس هجومي وكمان كوكا مش باك شمال، فالاثنين عندهم مشاكل. طب الكوره ملعب الحرس ناحيه يمين، الحرس اللي هي الشمال للاهلي. بص لاعب الحرس هيجري يستلم الكوره فين؟ في ظهر الدبيس، هيجري هيروح انفراد، بص ما حدش ضغط عليه، هيروح هيرقص هيشوط بشمال وجات فوق العارضه. هو حرفيا تخيل لاعب كل اللي عمله انه جرى بس في ظهر كريم الدبيس او ظهر كوكا، بس ده اللي عمله. وراح اللي هم لعيبه بتميل اكتر للهجوم، كوكا اصلا نص ملعب اساسا مش باك شمال، وكمان الدبيس هجومي. والناحيه الثانيه هاني باك عنده مشاكل كبيره جدا دفاعيا جدا، فالناحيه دي ثغره ثغره يا جماعه ولازم اقولها. هاني والدبيس او اكرم توفيق يا سيدي كوكا، الاثنين ثغرات يا جماعه، ثغرات واضحه جدا. وفي حاجه ثانيه برده لازم اقولها، دفاع الاهلي يا جماعه في مشاكل كبيره، اذا كان اشرف داري او رامي ربيعه او ياسر ابراهيم عندهم مشاكل كبيره يا جماعه، ده لازم نقوله برضو. يعني اقول لك على حاجه، رباعي الاهلي كله عنده مشاكل، اذا كان ياسر زي ما قلت لك او ربيعه، اذا كان الاثنين المدافعين او الباكات عندهم مشاكل كبيره جدا. وعلى فكره الثغرات دي كانت موجوده الماتش اللي فات، يعني ماتش الزمالك والاهلي اللي فات، واحنا جبنا جون ازاي؟ بن شرقي ما دافعش، كوكا ضمم لجوه، عمر جاب استلم بسهوله جدا بالعرض جول. وكان كل مدافعين الاهلي في ال 18، وكل مش كل المدافعين ده، كل لعيبه الاهلي كانت جوه ال 18 في الكوره دي كلهم. الاهلي كان واقف تقريبا ب 10 لعيبه جوه ال 18 ومع ذلك جبنا جول. الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع يا جماعه، زي ما قلت لك خط الدفاع بالكامل عندهم مشاكل فيه. هجومان الاهلي قوي جدا بحق الله قوي، عشان كده اقول لك لما اجي اقول لك التشكيله بكره هقول لك ليه السبب. ولكن دفاعيا الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا، وجهه نظري سهل اختراق الاهلي لو ركز. سهل اختراق الاهلي لو ركز. تقول لي ده انت ما اتكلمتش عن بن شرقي، بكره ان شاء الله التشكيله افضل الزمالك، انا هقول لك ازاي توقف بن شرقي وتعليمات للعيبه والكلام ده كله، هقول لك كل حاجه عن بن شرقي بكره بالصور وباللقطات وبكل حاجه. ولكن لازم اكلمك بشكل عام على الاهلي. عملت فيديو قبل كده على الاهلي وقلت لك حاجات جديده، ماذا لو لعب بجراديشار ووسام؟
ده بس السؤال بتاع النهارده. لو لعب هيبقى طبعا في كثافه هجوميه كبيره جدا، الاثنين مميزين جدا في التحرك في ظهر الدفاع واستقبال العرضيات. في الضربات الثابته هيبقوا الاثنين جامدين جدا، طبعا في بالهيد الاثنين جامدين جدا، فدي هتبقى مشكله كبيره. ولكن دفاعيا هنا سلاح ذو حدين، هجوميا قويه، دفاعيا ضعيفه جدا. فهنا بقى متوقفه على حاله لعيبه الزمالك، وان شاء الله باذن الله الزمالك يكسب. استنوني بكره التشكيل الافضل للزمالك قدام الاهلي، وفيديو ان شاء الله يبقى قوي جدا. الفيديو عجبك لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم.